بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجو مطر، مفيش غير اختيار واحد للأكل، هو العدس. هنعمل شوية عدس فيهم شوية خضار بطريقة سهلة جدا ومكونات كلها مفيدة. قوطة وجزر، ودول حوالي 3 حبات كوسة، وبطاطا، واحدة بطاطا وبطاطس وبصل وكم فص توم، والجزر ما ننساهوش، ده جزر كان متفرزن. هنجيب حلة عندي، دي غير الطريقة التقليدية اللي هو كله بيتسلق. حلة عندي، طبعا دي حلة ضغط. اللي عندها خير وبركة، اللي ما عندهاش طبعا تقدر تستخدم الحلة العادية. هنحط فيها شوية سمنة وشوية زيت، وننزل بالخضار بتاعي كله يتشوح، ياخد تشويحة حلوة كده. هتلاقي ريحة، طلع ريحة رائعة. اقلب فيه ياخد من طعم بعضه. كل الخضار، بقولك حبة الكوسة دي بتفرق، وطبعا بتضيفي قيمة غذائية للأكل بتاعك. بعد كده اكون غاسلة العدس بتاعي اللي انا هحطه، واصفيه واحطه كمان هو يتشوح معاهم كام تشويحة كده. الخضار بس ياخد ايه، زي تشويحة، زي الريحة بتاعته تطلع. انزل بالمية بتاعتي، ما تقلقيش من موضوع المية. زودي المية شوية كده كده، الخضار هيستوي وهيشرب المية. اللي عنده حلة بريستو الموضوع مش هيكمل 10 دقايق، اما في الحلة العادية لحد ما الخضار يستوي. هنا بقى كان ده العيش، همسكه اقطعه كده باي طريقة عشوائية كده، وبعدين تحطي عليه شوية سمنة، سمنة بلدي، زبدة، اي حاجة، وتكوني مسخنة الفرن وتدخليه الفرن. ترش عليه بقى هنا دي دقة زعتر مع شوية شطة وملح وكمون، وتخليه ينشف. هنا بقى هعمل، هحمر شوية شعرية في سمنة، سمنة في زيت، في اي حاجة. ده العدس بتاعي كان استوى بعد 10 دقايق. هنا هضربه بالهاند بلندر. طب البديل ليه ان انا اضربه في الخلاط؟ انزل بشوية بقى من العدس بتاعي كده في المقلاية بالطريقة دي. ممكن تحطي هنا فصين توم، بس كفاية التوم اللي احنا حطيناه عشان تبقى الاكلة خفيفة، وما تبقاش يعني ايه يقولك العدس تقيل وكده. لا، العدس بالطريقة دي مش هيعمل حرقان في المعدة ولا يعمل اي حاجة. انزل بالشعرية بتاعتي كده، اغطي الحلة على الزرار اللي هو الوسط ده لمدة حوالي دقيقتين كمان، هتكون الشعرية بتاعتي استوت. وطبعا هضيف عليه شوية التوابل بتاعته. هنا حطيت طبعا ملح وكزبرة وكمون أساسي، لو عايزة شطة، وحطيت كركم وشوية بابريكا صغيرين. اغرف العدس بتاعي بالطريقة دي مع العيش اللي هيكون طالع حلو. في ناس بتاكله برز، وفي ناس بتاكل معاه عيش وبصل وليمون. وبالهنا والشفا على قلوبكم جميعا. يا رب يكون الفيديو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع ألف سلامة.